نعم يا وفاء. هو قال لي نعم جاي اقعد عند اخويا. نعم يا حبيبتي، مش كنت هنا الصبح؟ هو انا عشان اجي عند اخويا لازم اجيب مواعيد؟ مش انا قلت لك ما تخشيش الشقه هنا لما انزل اكلم امك في اللي انت عملتيه الصبح؟ شقه اخويا واجي في الوقت اللي انا عايزاه. لا، مش تيجي في الوقت اللي انت عايزاه، وتفضلي انزلي عشان ما يعني؟ يقلش ادب عليكي واضربك، بترضيني والاول مره هضربك. تقدريش تضربيني اصلا. طب اطلعي بيت يلا. هتضربي مين؟ هتضربي مين؟ في ايه يا عبد؟ انا سامع ان انت بتطرديها من الشقه. طب بتطلعيش قربي، هنا. خشي بما ان اخوك جه بقى عشان نتكلم. خشي بما ان اخوك جه ونتكلم بقى ونقول كل حاجه قدام بعضينا. يلا. نعم بقى. انا سامع ان انت بتطرديها. اختك ما تربتش وعايزه تتربى من اول وجديد. انا اختي ما اتربتش. انا اختي ما اتربتش. ردي. وانت ايه اللي عملته ده؟ زي ما شفتي. هو انت من غير ما تتفاهم اصلا بتعمل كده ازاي؟ انا سامعك بتقولي ما تخشيش الشقه هنا غير لما انزل اقول لك. ايوه، من حقي اقول لها ما تخشيش الشقه. انا من حقي اقول لك ما تخشيش الشقه لان انت فعلا ما تربيتيش. شقه تاني. اخويا. تاني. انت بتمد ايدك عليا قدام اختك. انت بتضربني. اضربك واكسر عظمك ما دام انت مش محترمه. انا مش محترم. عملت حاجه تعالي قولي لي. ما تقوليش انها مش محترمه وتطردها من بيت اخوها. اشتكيت لامك كام مره وهي برضو ما فيش فايده فيها. قطعت لي درس الصبح. بهدلت لي الشقه. ماشي. لما انت بتيجي بتلاقي الدنيا متبهدله وتعمل معاها مشكله. بوظت لي الاكل وتطلع تبوظ لي الاكل. هو في ايه ده؟ انت يا شيخه لو واحده كبيره مش هتعملي كده وتمسك التليفون تبعت لناس وانت تعمل لي مشكله وتفكر انا بكلم ناس. امال انت موجوده هنا ليه؟ عشان ما بتجيش تحكي لي ليه؟ ما بتجيش تحكي لي ليه وتقولي لي وانا اجيب لك حقك في حاجه قولي لي. اذا كان امك كبرت البيت ما شغلاش اي حاجه وعادي عادي. عادي. هو الحق عندكم بيزعل؟ عشان ده بيت اخويا. انا من حقي ما ادخلكيش شقتي طالما انت بتاذيني. شقتك. انت هتيجي تقعدي تنوريني على دماغي، هشيل جزمتك على دماغي لو انت محترمه. انما انت بتيجي الادب. ايوه انت قليله الادب، وانا بقول لك هي قليله الادب. تاني. ايوه قليله الادب. ما تربطش كمان. وايه تاني اللي عندك؟ انت كل شويه تعمل معايا مشاكل بسببها. عيله وتعمل فيا كده. هو الواحد بقى فاضي يشوف مصالحه ومصالح بيته وشغله واللي وراه، ولا كل شويه فاضي يحل مشاكل عيله؟ والعيله بتعمل لي مشاكل وانت عشان اختك لا الاطفال ولا اختي ما تعملش كده ولا في ايه؟ عيله لسه. في ايه؟ ما هي عيله طفله لسه اهي. وتقولي اختي مش متربيه بسبب الكلمه ديت. هي العيله اللي انت انا هحاسبك فيها. العيله دي توديك البحر وتجيبك عطشان والله. لا والله. طب انت لو مديتي ايدك عليا تاني او اتكلمتي معايا ربع كلمه انا هبعتك عند ابوكي. والكلام اللي اتقال دوت انا هخش احاسبك فيه جوه. لا وماله، بدل الاهانه اللي انا عايشه فيها ما توديني من دلوقتي عند ابويا. انت يعني ايه؟ والله. وديني عند ابويا مش فارق معايا عادي. اما انت شكلك ما اتربيتش وعايزه تتربي. بس انا اقول لك حاجه، انا مش همد ايدي تمام ولا هوجع في دماغي خالص. امين. ثواني كده بس بعد اذنك. امسكي كده يا وفاء. شايفه الباب ده؟ مع السلامه. انت بتهزر صح؟ يلا مع السلامه. انت بتهزر. مع السلامه. انت تطلعي هنا براحتك دي شقه اخوك. لا بتقولي مش هتطلعي ولا تخشي، دي شقتي انا اللي اقول لك تخشي امتى وتقعدي امتى. كلمتك في حاجه تكلميني وانا اجيب لك حقك تالت ومتلت. هوضع عقاب عشان ايه؟ غلطت فيكي بس. يلا تستاهل. يلا خش يلا اقعدي جوه.